قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم من أهل البيت. هسه إما منصوب على الاختصاص على المدح على بحثه. أهل البيت إنه حميد مجيد. ما المراد بأهل البيت الآن؟ ها؟ ما المراد؟ علي وفاطمة والحسن والحسين ولا؟ من مراده؟ ها؟ ولا آل إبراهيم، لا زوجته هنا يتكلم وامرأته قائمة. أهل إبراهيم شنو علاقتنا؟ ده نتكلم عن من؟ عن الامرأة. ولذا كل المفسرين أعزائي إلا الذين مولانا ما أدري ثقافتهم شلونها مولانا. انظروا مولانا، هذا السيد الطباطبائي في المجلد العاشر مولانا، في المجلد العاشر في ذيل هذه الآية المباركة الصفحة 325 يقول: فنبهوها بذلك ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فنبهوها، نبهوا من؟ الامرأة اللي كانت تعجب من أمر الله، بذلك أن الله أنزل رحمته وبركاته عليهم أهل البيت وألزمهم ذلك. فليس من البعيد أن يكون من ذلك تولد مولود من والدين من في غير سنهما العادي، لأنه عمره كان ما 80 90 تواريخ مختلفة، هي همات كانت ما تتجاوز 90 إلى آخره، في غير سنهما العادي المألوف لذلك. إذن مفسر أهل البيت بماذا أعزائي؟ ها؟ يعني ذاكر مصداق أهل البيت من أعزائي؟ ها؟ امرأتهم ولا زوجه. هذا سيد الطبطبائي أعزائي. وكذلك أعزائي، وكذلك المشهدي القمي المشهدي صاحب تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب أعزائي، هناك من يأتي يقول: وبركاته عليكم أهل البيت منكرين عليها. عليها من؟ ها؟ من؟ امرأته اللي كانت قائمة. فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة. إذن أهل بيت النبوة هنا طبق على من أعزائي؟ على من؟ ها؟ على زوجه. وهذا كما ذكرنا مرارا زوجته خطأ شائع، أو لغة بتعبير اللغويين لغة رديئة، وإلا الصحيح يطلق عليهما معا ماذا؟ زوج. يعني على الرجل على المرأة يطلق زوج مولانا. يقول: ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل، فضلا عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات.